السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا العيش البلدي من غير رح أو ريح أو أي حاجة. سهل وإن شاء الله يطلع معاك مظبوط زي ما انت شايفة كده. وأنا صراحة برضو ما بعرفش أرحرح العيش البلدي، بس أنا عملته بطريقة سهلة. ممكن أي حد ما عارفش ومش عارف يعمل يعني يطلع العيش البلدي يطلعه زي كده حلو زي العسل، بحاجة بسيطة جدا وبحاجة سهلة خالص. وما تتوقعيش ان هو ممكن يطلع معاكي حلو زي كده. يعني انا صراحة يا جماعة ما بعرفش ارحرح العيش، بس انا من كتر ما انا حابة ان انا اعمل العيش البلدي في البيت، جربت كذا طريقة، وكل الطرق صراحة ما نفعش معايا غير الطريقة دي. وانا صراحة حبيت اوريها لكم علشان اي حد عايز يتعلم العيش البلدي او يعمله زي ما انا عاملاه وما بيعرفش يرحه، يعمل زي الخطوات اللي انا هعملها. تابع معايا لاخر الفيديو وإن شاء الله الطريقة هتعجبك، وخدي فكرة ونفذيها بكرة ومش هتندمي إن شاء الله. يا رب يكون العيش يعني كده عاجبكم من منظره، وهو شارح نفسه وشكله كده ومنظره يوحي بأن هو إن شاء الله ناجح وهيطلع معاكي مظبوط وزي الفل. وسر لونه وسر شكله الجميل ده، تعالي معايا وتابع معايا لآخر الفيديو وإن شاء الله هيعجبك. انا حبيت اوريه لكم الاول علشان تتابعوني لحد اخر الفيديو وتشوفوا الطريقة وتشوفوا آه، آه، المكونات اللي انا حطيتها. واعذروني على التصوير لان انا معيش كل الامكانيات اللازمة للتصوير. صراحة انا كنت ماسكة التليفون بتاعي بايد وبشتغل بالايد التاني، فمعذرة لو اي حاجة مش واضحة في التصوير كويس، معلش اعذروني. من ما ربنا يكرمني ان شاء الله والقناة تكبر بتاعتي وتنجح. ويا ريت شير ولايك كتير ليا وكومنت، والكومنتات بتاعتكم صراحة بشكركم شكرا من قلبي. وربنا يخليكم، ويا رب كده يا رب كده يخليكم ويكرمكم. وتعالوا معنا نسمى ونصلي على الرسول ونشوفوا أول التحضيرات بتاعة العيش البلدي بتاعتنا. معايا كوباية مية عادية من الحنفية، وعليها مكعب خميرة بيرة، وعليها معلقة سكر بس. معلقة السكر هدوب الخميرة البيرة والمية وكل المكونات بتاعتنا دي هدوبها كويس. ومعايا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو بس يا جماعة، ما تعمليش اكتر من كده. يعني انت لو اول مرة تتعلمي اعملي نص كيلو، انا عملت نص كيلو بس علشان يعني ايه تشوفوه معايا. علشان زي ما بقول لكم انا ما كانش معايا حد من اولادي ان هو يصور لي. انا قلت والله لا، انا عاملاها لوحدي وهصور بايد وانجز بايد التانية وربنا المستعان. كده جبت نص كيلو نخلاه الأول، وبعد كده حطيت عليه نص معلقة ملح. هقلب كل المكونات بتاعتنا دي. وتعالوا نشوفوا هننزل بالخميرة البيرة اللي حطيت معلقة سكر ودوبتها، وننزل بمية عادية من الحنفية للعجن، مش أكتر ولا أقل من كده. يعني مش عايزة مية سخنة ولا أي حاجة. وربنا المستعان. هننزل كده بالراحة واحدة واحدة هتعجني العجين بتاعك. بس هقول لكم ملحوظة ان العجين بتاع العيش البلدي بتاعنا محتاج عجن شوية ومحتاج يعني طولة بال شوية. معلش يعني العجينة ممكن تاخد منيكي نص ساعة تقريبا وانت تعجني فيها وتاخدي وتدي. والمية تكون بشويش يا جماعة، يعني بالراحة، لازم تعملها عرق وتخدميها كويس علشان تديك النتيجة اللي انت شفتيها في الاخر. معلش يا جماعة انا بسرع الفيديو، بس انا بشرح لكم بكل التفاصيل، لان لو سبت الفيديو زي ما هو فيمكن هطول عليكم جامد، ربع ساعة ونص ساعة. فانا اختصرت بس ما شلتش التسوير لحد ما يمكن ما خلصت العجين. انا حبيت اسرح لكم، بس انا نازله واحده واحده او شويه شويه بالميه. يعني واحده واحده تنزلي بشويه بشويه بشويه. انا يمكن بزود او بضيف الميه كده لان انا عارفه العجين بتاعي او الدقيق بتاعي فيه عرق، ويعني ايه بساعد ان انا اديله اخدمه كويس واخليه فيه مطه. وانتي لو اول مره هتخبزي العيش معايا، بصي
يا ست الكل خلي العجنة بتاعتك يعني تخينة شوية، ما تخليهاش خفيفة زي ما أنا هعملها لأن أنا قلت يعني ايه، عملته كذا مرة قبل كده وعرفته ان هو هعرف ازاي اتحكم فيه او ازاي هيطلع معاي. انت لو اول مرة خليه شوية، يعني مش تخين قوي، يعني خليه تخين كده زي الدرجة دي. بس انا لسه كمان هحط حبة مية تاني لان انا ايدي خدت عليه. يعني انا لو خليته خفيف او يعني حلو كده مش هيبوظ مني لان انا عملته قبل كده. انت لو اول مره خليه شويه تخين معاكي شويه علشان تعرفي تقطعيه وتعرفي تفرديه كويس وما يلزقش في ايدك في الاخر وانت هتحطيه على صاج او هتحطيه على صينيه. كده انا بدب العجين بتاعي، دبيه دبه كويسه كده يعني. يعني طلعيه بره وجوه زي ما انت شايفه كده، يمكن زي عجينه العوامه او الزلابيه زي ما احنا عارفين في مصر كده. بص كده، هتاخدي وتدي كده لمدة 10 دقايق، وانت تاخدي وتدي لما تدب فيه العجين كده هيتعمل له مطة وهيبقى فيه عرق معاكي. وأول ما هتسيبيه يخمر هيبقى حلو معاكي لما تاجي تفرديه أو تسيبيه يخمر شوية وتاجي تفرديه وتحطيه في الفرن. كده خلصنا العجين بتاعي. هجيب شوية دقيق، او انت مش عايزه الدقيق حطي ميه، لكن انا هحط دقيق بس علشان وشه ما ينشفش مني. كده سبت العجينه بتاعتي هرش لها شويه دقيق واسيبها تخمر ونروح نشوف ايه المطلوب تاني معانا. إيه، لو معايا لحد دلوقتي يا ريت تدوسي لايك وشير للقناه. إيه كده خلاص، هرش لها دقيق واروح اجيب صينيه كبيره كده، او انت معاكي اي حاجة تاني غير الصينية. رش طبعا ايه اللي هو ايه المنخول بتاع الدقيق، اللي هي الردة، احنا اسمها عندنا الردة. الردة دي اللي هو ايه اللي بيطلع من الدقيق، اللي هو الماء النخل بتاع الدقيق اللي هو الردة. عملت كده الردة رشيتها فوق ايه، فوق الصينية. يعني مش عايزة يعني بصي ما تحتريش، يعني اي حاجة بسرعة معاكي انجزيها واعمليها. حطيت كده الصينية كلها عليها الردة. جبت العيش بتاعي او العجين بتاعي وهوريه لكم ان هو خمر واختمر وعبى ال- الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين خمر كده تمام، الخمر بتاعه كويس. كده هافرّغ الهوا كلّه اللي فيه. معايا شوية مَيّة، شايفين الطبق ده فيه مَيّة بس علشان أقدر أحُط إيد وأشيل بإيد وأعملهم كلّهم كِوَر، كِوَر. بس معذرةً أنا زي ما قُلت لكم إن أنا ماسكة التليفون بإيد وباعمل بإيد، فالمرّة دي ما قدرتش إن أنا أقطّع يعني العجين بتاعي. وشوفوا حضراتكم كده قطّعت كلّه كِوَر وبالمَيّة يا جماعة. كده رشّيت برضه ردة، رشيت ردة شايفين كده. ومعايا طبق من الزيت، هو ده السر يا جماعة اللي انت مش هتطرحي بيه العيش بتاعك او هتحتاجي رحراح. هو ده يعني انا معايا طبق من الزيت ومعايا دهنت وشه زيت ودهنت النشابة او الفرادة بتاعتي او المردمة بزيت وفردت بيه العيش بتاعي. وطبعا على نار سخنة في الفرن، علي الفرن بتاعتك من فوق من تحت على درجة عالية جدا واقفلي عليها وغطيها. بس ابقي تابعي من فوق للوش بتاعها يتحروق، الزيت بسرعة هيحمر وشه وهيتنفخ زي ما انت شايفة. ويا ريت يفضل انك تقفلي الفرن على طول علشان يتنفخ معاكي. وان شاء الله المرة الجاية هوريهولك ان هو هنقدر نعمله برضو على البوتاجاز، لان انا عملته على البوتاجاز وطلع ناجح برضو زي الفل. كده العيش بينتفخ معايا وبيتنفخ لان طول ما في نار عالية عليه. خلاص كده اقفلي عليه واسيبيه لحد ما يطلع. وكده خلصنا كده وعملنا العيش بتاعنا، العيش البلدي بأقل الإمكانيات واقتصادي وسهل. وشوفي يعني نص كيلو عملنا ما شاء الله كمية كبيرة خالص. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ويا ريت تجربوه ومش هتندموا. ولايك وشير ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.